السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ ومع الرز المعمر واكلين. تعالى هقول لكم هنعمل الرز العظمة اللي قدامكم ده ازاي، بتركات مصرية 100%. الاول كده نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتعالى اقولك انت ويا هنعمله ازاي. الاول كده زي ما انتم شايفين انا جبت كيلو لبن يا حبايب قلبي، وزودت ميه كمان ميه مغليه، وهغلي اللبن على الاخر. تمام كده، تمام اوي. الاول بقى بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هروح طبعا هفضل اقلب فيه عشان القشطه اللي فيه كده تتقلب فيه. تمام. واحط قطعه زبده كده حلوه محترمه، وحبه ملح حسب احتياجي. شوفي انت بتحبيه ملحه عامل ازاي، وهحط الملح. وبعد كده حبه فلفل اسمر كمان زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وقلبي كلامك كل الجميل قوي وسيبي اللبن لغايه ما يغلي كده. تفضلي تقلبي فيه وهو بيغلي بحيث ان الزبده تسيح والقشطه تدوب في قلب اللبن، وكله يمتزج في كله بقى. تمام كده. تعالي بقى نجيب الطواجن بتاعتنا الحلوه الجميله دي. جبت الطاجنين بتوعي زي ما انتوا شايفين كده، وجبت قطعه زبده، وهفضل امسح بقى القاع والجناب زي ما انتوا شايفين كده. طب ليه؟ ما انت حاطه، مش انت حطيتي في قلب اللبن زبده؟ هحط كمان في القاع هنا وفي الجناب. ليه؟ عشان لما اجي احط الرز بتاعي، لما اجي احطه في الفرن بقى، الزبده دي هتمنع فورانه في قلب الفرن ومش هيفور مني. ايوه اسمعي كلامي، اعتمدي الطريقه دي كده وانت هتقولي عندك حق يا ام ندى. جبت كده بعد ما مسحت الطاجن بتاعي زي ما انتوا شايفين، جبت الرز بتاعي وحطيته في قلب الطاجن. هحط قد ايه؟ مقداري قد ايه بقى يا ام ندى؟ هقول لك يا حبيبتي انت وهي. بصي هتجيبي الصباع، بصي انا بوريكم اهو الصباع اهون. هتحط صباعك الفاضي ده كله هنملاه بس لبن. نخلي ده كل ده فاضي. طب الفاضي ده كله يا منى؟ الفاضي ده كله هيعلى بعد كده، لان احنا حاطينه في الفرن تحت درجة حرارة مش عالية. في الاول هتبقى عالية، بعد كده هنوطي شوية، هنوطي خالص بقى. فهيبقى درجة الحرارة هتبقى بسيطة، فهتخلي الرز يستوي معانا ويعلى قوي. تمام كده يا حبايب قلبي. وبعد كده هجيب اللبن اهو اللي انا محدقاه وحاطه له فلفل اسمر وحاطه له زبده. هروح بقى حطاه زي ما انتوا شايفين كده اهو، زي ما انتوا شايفين. وهملأ الفاز ده كله هحطه باللبن بقى. هغطي الرز ده كله باللبن من فوق لغايه الاخر، بس هسيب زي عقله صباع من فوق عشان برضو ما يفرش مني في الفرن. تمام كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. ورحت حطيت اللبن، ادي اول برام اهون وتم بنجاح زي ما انتوا شايفين كده. مليته للاخر، هسيب بس عقلة صباع بس للاخر كده، عقلة صباع. تمام كده. وهجيب البرام التاني اهو زي ما انتوا شايفين، وبرضك هزود اللبن بتاعي زي يعني زي بص، مش احنا في الرز العادي بنغطي الرز بس، لا زودي زي ما انت عايزه، زودي 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 لغايه الاخر، بس هنسيب عقله صباع صغيره خالص بس. تمام زي ما انت شايفين. ممكن انت بتحطي في الطاجن ممكن تحطي لحمه، تحطي فراخ، تحطي اي حاجه اللي انت عايزاها، بس انا عملته ساده زي ما انتم شايفين كده. تمام كده يا حبايبي. وبعد كده حطيت قطعه زبده وحطيه في الفرن. وممكن بعد ما يستوي زي ما انتم شايفين كده بحط عليه طبقه قشطه، بيبقى بيعلي تيستو بقى، بيوديه في حته ثانيه خالص قوي يعني. وزي ما انتم شايفين انا ما حطيتش قشطه. انتوا عارفين لو انا حطيت قشطه كان هيطلع احلى واجمل من كده كمان. تمام كده يا حبايب قلبي. وزي ما انتم شايفين بصوا، عايزه اقول لكم الرز طالع جميل وطري جدا جدا، وطعم ولا اروع بجد، كان طعمه حلو قوي. ويا حبيبه قلبي وقومي اعتمدي واعملي لاولادك الرز المعمر بصراحه جميل جدا وطعمه حلو قوي، الاطفال بيحبوه جدا جدا جدا. ويلا بقى حطي اللايك الحلو بتاعك عشان اللايك الحلو بتاعك بينشر الفيديو ويشيري الفيديو لاكبر عدد ممكن عشان غيرك يستفيد. وانا بوريكي بقى انا كنت عامله ايه. انا مش رز معمر بس، انا كنت عامل ايه جنبيه يعني. كنت عامله بسله باللحمه جنبيه، وادي كمان الشوربه اهون. انا البسله دي عاملاها على قناه تانية، يلا مستنياك على قناه تانية مطبخ الست المصريه.
الطريقه كامله، عاملاها الطريقه كامله عند مطبخ الست المصريه. شوف الطريقه وحطي لايك الحلو بتاعك وشيروا الفيديو لاكبر عدد ممكن عشان غيرك يستفيد. وبحبكم في الله كتير قوي، بحبكم يا احلى متابعين، وباي يا احلى متابعين في الدنيا.